بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناه مطبخ سوشي. النهارده هنعمل مع بعض صلصه الطماطم اللي بنجيبها المعلبه ديت. هنعملها بطريقه سهله جدا وهتبقى احلى من الجاهزه، معلهاش مواد حافظه وهتوفر معانا كتير قوي. فرصه بقى الطماطم رخيصه اليومين دول، فنجيب كميه ونعملها ونقدر نحتفظ بيها في الفريزر، هتطلع ملهاش حل. يلا مع بعض نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه عندنا كميه من الطماطم، وليكن مثلا ديت 2 كيلو طماطم مغسوله ومتقطعه اتنين، يفضل بقى يكون لونها احمر كده وحلو قوي. تمام. هنحط معاها، هنقطعها طبعا زي ما قلت اي تقطيع عشوائي مش هتفرق، وهنضيف معاها قطع كده من البنجر. يعني ممكن على 2 كيلو ناخد بنجرايه صغيره، هنقشرها وطبعا هتتغسل وتتقطع قطع صغيره. قطع صغيره ليه؟ لان البنجر قاسي شويه فمش بيستوي على طول، فنقطع قطع كده صغيره. البنجر غير انه مفيد جدا، مليان حديد، غير ان هو كمان هيدينا